بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله وصفتنا سهلة وبسيطة. معانا في الخلاط كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت، 4 معالق كاكاو خام. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة بصوص الشوكولاتة، هي من الكيكات السهلة واللذيذة. هنبتدي بقى نضرب المكونات بتاعتنا كويس في الخلاط لحد ما القوام بتاعنا يتقل ويتكون معانا الصوص. طبعا معانا بيضتين ومعانا كيس بودر وكيس فانيليا وكوباية ونص دقيق. كده الصوص بتاعنا جاهز، وده شكل قوامه. هنبتدي بقى ناخد منه كوباية عشان بعد كده هنضيفها على الكيكة بتاعتنا. هنبتدي بقى نضيف البيض بتاعنا. احنا ما ضفناش البيض في الاول عشان ما ينفعش ان احنا نضيف البيض على الصوص، لاننا هناخد منه جزء فهيبقى البيض ني، مش هينفع نضيفه على الكيكة وهو ني. وهنا معانا كيس البودر بتاعنا. جربوا ان انتوا تضيفوا البودر كده مع المكونات السائلة في الخلاط، بيديها شاشة وقوام الكيكة جميل. اعتمدوه في جميع الكيكات بتاعتكم بالشكل ده، يعني بلاش تضيفوه على الدقيق، ضيفوه مع المكونات السائلة. وهنبدأ بقى نضربهم تاني. وده شكل الصوص معانا. هندخله بقى في التلاجة قبل ما نخلص الكيكة بتاعتنا. هنبتدي بقى ننزل بالخليط بتاعنا. بعد كده هننزل بالدقيق اللي هما كوباية ونص دقيق، وهنبتدي بقى نخلط المكونات مع بعضيها. هنا الخليط بتاعنا احتاج معلقتين لبن كمان ضفتهم له، يعني اخد معانا كوباية ومعلقتين. وهنبتدي بقى نقلبهم كده بالشكل ده، بعدين ننزل بيهم بقى في الصينية بتاعتنا. وطبعا احنا مشغلين الفرن بتاعنا ومسخنينه، اهم حاجة ان الفرن يكون سخن. هي مش هتكمل نص ساعة في الفرن ان شاء الله، لان الكيكة بتاعت الشوكولاتة مش بتاخد وقت طويل في الفرن. وده شكل الخليط معانا. هنبتدي بقى ندخله الفرن. وده الشكل بقى بعد ما خرجت من الفرن. هنسيبها لما تبرد خالص. لما تبرد هنبتدي بقى ننزل عليها بالصوص بتاعنا. ما تضيفيش الصوص عليها وهي سخنة، لازم تبرد. هنبتدي بقى نوزع الصوص عليها كده. وكده الكيكة بتاعتنا هتكون خلصت. عاوزة بقى تضيف لها اي حاجة تاني مثلا زي الشوكولاتة زي ما انا هعمل كده ماشي، مش عاوزة مفيش مشكلة، هي كده برضو هتبقى جميلة. هتحطيها بقى في التلاجة شوية وبعد كده تاكلي منها بالهنا والشفا. وجربيها بقى، هي وصفة سهلة ولذيذة، وقوليلي ايه رأيك في التعليقات. وانا عجبتكم الوصفة متنسوش تدعموني باللايك. انا كده رشيت على الوش شوية شوكولاتة كانت موجودة عندي. بعد كده بقى هنبدأ نقطعها، وقطعيها بالشكل اللي انتي تحبيه. هنقطعها بقى قطع كده. وده شكلها معانا اهوت، هشة وخفيفة وطرية، يعني احنا ما ضفنالهاش لبن سقيناها بيه بعد ما استوت ولا حاجة، هي لوحديها كده طرية وهشة. جربيها بقى وقولي لي ايه رأيك، واشوفكم على خير.